دايما بنشوف الناس اللي عملت الرولز وعملت القوانين دي ناس عباقره جدا واحنا جنبهم ما نسواش حاجه خالص، ولكن تعالى نبص للموضوع بطريقه مختلفه خالص. نيوتن مكتشف الجاذبيه اللي حط قوانين كتير قوي ليها دعوه بالجاذبيه، عبقري جدا، وانا بالنسبه له ولا حاجه، هو اذكى مني بكتير. اجل الاجابه دي لحد ما نخلص باقي الفيديو. عندي تحليل بسيط. لما نيجي نفكر في فكره نيوتن دي نلاقي كالاتي تحليلي البسيط: في الوقت اللي نيوتن كان عايش فيه ما كانش فيه ولا موبايلات ولا تابلت ولا اي حاجه. بص انا تخيلاتي البسيطه الغير تاريخيه والغير علميه، كان قاعد بيربي كام دجاجه في الحقل وقاعد بيتشمس تحت الشجره وخلاص على كده. هل تفتكر ان نيوتن مجرد ما وقعت على دماغه تفاحيه اكتشف الجاذبيه واكتشف الجرافيتي وحط رولز بقى وبتاع وايه وعاش؟ لا، ده وقع على دماغه ولا 300 تفاحيه لولا ما اكتشف. يوم لما نيوتن وقعت على دماغه التفاحيه اللي بسببها اكتشف الجرافيتي، تخيلاتي البسيطه في هذا الموضوع، ساعتها ما كانش قاعد تحت الشجره، كان نايم تحت الشجره. لف الكادر كده معايا، لفينا الكادر. ليه بقى نايم تحت الشجره؟ لانه هو نايم تحت الشجره التفاحيه لما وقعت اتحركت من اليمين للشمال، ما هو نايم كده. فالتفاحه هتقع ازاي؟ هتتحرك من اليمين للشمال قصاد عينه. اول لما شاف التفاحه اتحركت من اليمين للشمال قصاد عينه افتكر مشهد بيشوفه كتير واخرهم كان امبارح. هو ايه بقى المشهد ده؟ مراته اللي منكده عليه عيشته فجاه بتقول له هات كوبايه الميه اللي قصادك دي، قال لها لا. فجأة لقى السيلف ديفنس بتاعها طلع وقلعت الشبشب والشبشب بيطير في الهواء. قدر هو بسرعة رد فعله يتجنب الشبشب. اول لما شاف التفاحه بتتحرك من اليمين للشمال قصاد عينه افتكر هذا المشهد وقال لك بس انا اكيد مراتي قاعده فوق الشجره بتعدي على التفاح. تاني يوم قعد نيوتن تحت نفس الشجره ولكن قعد بطريقه مختلفه، ما بقاش قاعد بيبص قصاده زي العادي. نيوتن تاني يوم لما قعد تحت الشجره المره دي قعد بطريقه مختلفه خالص، قعد تحت الشجره باصص لفوق يشوف مين اللي هيعرف عليه التفاحه دي. قعد يبص ويراقب التفاحه لحد ما يشوف مين، هل مراته بتعرف عليه التفاحه، لحد ما تلاقي التفاحه ما فيش حد بيحدف، التفاحه بتسيب الشجره لوحدها وتقع ناحيته ناحيه الارض. ابتدى يعرف في وجه شبه ما بين الشبشب والتفاحه، ما بين ايد مراته وما بين فرصه تانيه. مراته مسكت الشبشب، رمت الشبشب وهي بترمي الشبشب ادت الشبشب فوس، بناء عليه الشبشب طار وكان هيخبط في وشه، ولكن هو تجنبه بسلام وعدى من قصاد وشه. اذا في فورس في الموضوع، تفكر كده، في فورس في الموضوع. الفورس دي يا اما بتيجي ان الشجره بتزق يا اما بتيجي ان في حاجه تحتي بتشد. فابتدى نيوتن يقعد بقى يتامل في هذا الموضوع ويعمل تاني حاجه بيتميز بيها العلماء، عايز اعلمها لك، وهي التاليف. من اساسيات الساينس والفيزيكس انك تالف. الساينتست زمان، العالم زمان اللي كان بيحصل مشهد بسيط، هقوله لك بطريقه بسيطه جدا، كان بيقعد يتامل ويالف. طلع رول، بعد ما بيطلع رول كان بيجي فيه حاجه اسمها مجلات علميه بينشر فيها الرول بتاعه، بيقول لهم والله يا جماعه انا شايف ان الجرافيتي دي عباره عن مغناطيس كبير في بطن الارض وحطيت له رول بيقول 1 2 3. هذه المجله كانت بتتنشر لعلماء كتير قوي وجامعات كتير قوي، كانوا بياخدوا هذه المجله يقروا ايه؟ يقروا التاليفه اللي عماله ده مالفها، ثم بعد ما يقروا يبدا بقى يطلعوا غلطات. فاذا انا عملت ايه؟ انا الفت وانا قاعد تحت الشجره تاليفه حلوه ثم نشرتها عشان ما اتعبش. عشان ايه؟ عشان ما اتعبش. لما نشرت هذه التاليفه كل العلماء بقى يجوا من كل حته، فاهم، يمسك التاليفه بتاعتي ويقعد يفصصها عشان يطلع لي ان انا غلط. لو طلع عالم واحد ببروف وايفيدنس اثبت ان انا غلط يبقى انا غلط، هفكر في تاليفه ثانيه، هالف حاجه ثانيه، هروح اقعد تحت شجره ثانيه، اي حاجه مش مشكله. لو ما قدرش حد يثبت ان تاليفتي غلط يبقى تاليفتي صح. القصد ايه من الموضوع ده كله؟ القصد ان الناس دي ناس عظيمه جدا، ولكن الناس دي كانت عايشه في وقت لسه بيزكس الساينس ما اتحطتش، ما قدرناش نلم الساينس في كتب، فكان بسيط جدا وسهل جدا ان هم يكتشفوا حاجه. ولكن دلوقتي عشان تضيف للساينس جديد لازم تفهم كل اللي فات عشان تقدر تضيف للساينس الجديد، عشان كده الموضوع اصعب شويه. ليه بقول لك بقى كل ده؟ بقول لك كل ده عشان عايزك في الفيزيكس والساينس تالف ما تخافش، تالف ما تخافش، ما تجيش تاخد مني المعلومه وخلاص على كده. انا عايزك تالف. عشان نبدا تاليف لازم نرجع لورا قوي في الوقت اللي هم كانوا عايشين فيه ده، نمسك حاجه حاجه كده نشوف هم الفوها ازاي والتولز اللي ساعدتهم عشان يالفوها ازاي وبلوروها ازاي وحطوها في قوانين ازاي عشان نعمل زيهم واحسن كمان شويه. وعشان نقدر نالف صح لازم نرجع لورا شويتين ثلاثه. قول لي ليه بقى؟ عشان نشوف الناس دي كانت عايشه ازاي، عشان نشوف نفس الظروف وبدايات اكتشاف هذا الساينس وتطبيق هذا الساينس ووضع قوانين هذا الساينس فنعرف نعمل زيهم. حضرتك مش جاي لي عشان ادرس لك فيزيكس، حضرتك جاي لي عشان اعلمك ازاي تالف. فطبعا انت عارف دلوقتي المفروض نعمل ايه في اللي احنا داخلين عليه دلوقتي.
اوراقك اقلامك كشكولك كتابك مشروبك المفضل، وتروح تجيب دماغك من الثلاجه وتيجي عشان هنبدا نالف ساينس جديده من الاول خالص وفيزيكس جديده من الاول خالص عشان نحرك دي ونطلع لها عضلات. تانية ثانوي فيزيكس، التارجت ان احنا نفهم فيزيكس بطريقه مختلفه خالص. ركز معايا، ولكن في خلال 3 محاضرات دماغك هتبدا تتغير وتبدا تفهم الساينس والفيزيكس بشكل مختلف خالص. هنعمل ايه في المحاضره دي؟ هناخد البريباريشن كورس، حاجات زغنططه كده محتاجينها بشكل لطيف وشكل ظريف، وهنتعود فيه على طريقه التفكير اللي هنمشي فيها مع بعض. دي حاجه. الحاجه الثانيه هنشوف العناوين بتاعت منهجك، ومنهجك مكون من كام يونت وكام شابتر وكام درس وكام ليسون وكام وكام وكام، عشان نبقى فاهمين احنا داخلين على ايه، وهنحط الخطه والبلان اللي هنشتغل بيها. محتاج سعادتك تجهز العده بتاعتنا، وهي ايه العده بتاعتنا؟ قلمك، اوراقك، كتابك، مشروبك المفضل، وتروح تجيب دماغك من الثلاجه وتيجي. شعارنا بقى في الفترة اللي جاية كسل زائد عبقرية بتساوي ايه؟ بتساوي اختراع. اوعى تاخد الكسل بس وتسيب الباقي، واخد لي بالك انت؟ حاجة زي العجلة اللي اخترعناها زمان. وجهة نظري المتواضعة في الاغلب، لو البني ادم ده كان نشيط جدا فهتلاقيه بيروح مشاويره جري على رجله، فتيجي تلاقيه مثلا ايه 12 كيلو في اليوم بيمشيهم عادي. ده لو مش عبقري، واخد بالك انت؟ ذكاء. انت كمان ممكن تبقى عبقري، خلي بالك انا اثبتت لك من شوية ان انت ممكن وارد فعلا تبقى اذكى من نيوتن. الساينس والفيزيكس موضوع بسيط جدا. الناس دي كانت عايشه زمان في عصر بسيط جدا ولطيف جدا، لسه الساينس محدش اكتشفه كله، فكان سهل جدا حد عن طريق الحدس بتاعه يكتشف حاجه جديده. كل طريقه شرحنا هتبقى على الفهم، عايزك فهمان قوي من الاول خالص، واخد لي بالك انت؟ الموضوع ده هتلاقيه مختلف، مش هتلاقيه في اي حته ثانيه. فبناء عليه فور اكزامبل الماث واختراع الارقام، واحده واحده، اوعى تفوت الفيديو ده، واحده واحده. الماث واختراع الارقام في وجهه نظري البسيطه، زمان كانت الارقام عباره عن شورت. بنشوف الكلام ده في افلام الاكشن في السجون تحديدا. يعني شورت بمعنى ايه؟ ما قدرتش اوصل للارقام، لسه ما اخترعتهاش، فكنت بعمل عايز اعد فراخ، عندي مزرعه دجاج، مزرعه فراخ، وبعدها. 1 يعني فرخه، 2 يعني فرختين، كل فرخه عندي بحط شرطه. اذا حاجه زي كده معناها 5 فرخات و5 فرخات و5 فرخات، يعني 15 فرخه. حاجه زي كده 5 5 3 يعني 13 فرخه. انما حاجه زي كده بقى 5 و5 و3 يعني 13 فرخه برضه، ولكن كنا اخترعنا بلس بعديها. يعني لما اخترعنا الباور كان ممكن نعمل حاجه زي كده 5 ادي 1 2 3 4 5 باور كام؟ باور 2 يعني كام؟ يعني 25. حلو، واحده واحده، خليك معايا. حاجه محتاج اراجعها سريعا، هنحتاج الجزء الاساسي بتاعها فهراجعها سريعا. فكره التحويلات، انا هاخد ال3 دول دلوقتي، قدام شويه في المنهج هنحتاج الباقي وهناخدهم بس في وقتها. هاخد ال3 دول دلوقتي. بالنسبه لي اي حد عنده يوتيوب او داخل على اليوتيوب هيلاقي فلان الفلاني عنده كذا كي سبسكرايبر. فور اكزامبل 10 كي، بلاش 10 عشان ما نتلخبطش، 9 كي سبسكرايبر. يعني ايه 9 كي سبسكرايبر؟ يعني 10000. يبقى انا اعتبرت بدل انا كشخص كسول، واخد بالك انت؟ كسول وعبقري، واخد لي بالك انت؟ بدل ما اكتب 1 0 0 0 قلت مكانها كي، واخد لي بالك انت؟ خلي بالك، ما هو زمان بقى عشان نتخيل بقى، الناس ما كانتش بتكتب بقلم زي كده، ده كان حجر وتقعد تنقش وبتاع، فلو رقم كبير كان الموضوع هيبقى صعب. فقلنا نختصرها بشويه حاجات ليها دعوه بالكونفرجنز. شويه الحاجات دي يا سيدي بكل بساطه، البيز يونت بتشيل هنا المكان بتاع البيز يونت ده وتحط اي حاجه، تحط متر يمشي، تحط جرام يمشي، تحط فولت، تحط امبير، تحط اي يونت انت عايزها. هناخدها على الاشهر وهي المتر. حلو الكلام؟ هنسمي دي متر. الكيلو، لو خدنا المتر ده الكيلو بتاعه هيبقى كيلومتر، كي كابيتال وبقى جنبيها متر. الملي هيبقى ام سمول، بعد كده متر يعني ملي متر. واحده واحده، تمام. كبرنا دلوقتي هناخد تكايه كده صغنططه. عشان احول من كيلومتر لمتر بعمل تايمز كام؟ فكره كيلومتر لمتر بكل بساطه، الكيلومتر ده انا بعتبره بوكس، علبه جاتوه، واخد لي بالك انت؟ ولكن علبه جاتوه فيها 1000 جاتوهايه، اعتبره جاتوه ميني السواري ده، وعلبه كبيره شويه فيها 1000 جاتوهايه. ممكن اروح للراجل اقول له عايز علبه جاتوه، او اقول له عايز 1000 جاتوهايه، صح ولا انا غلطان؟ ممكن كده
وممكن كده. جميل ماشي. يعني ممكن اقول للراجل عايز 10 علب جاتو، هو اوتوماتيك هيجيب من المطبخ كام قطعه جاتو، هيقول لك هعملها تايمز 1000 لان العلبه الواحده بيبقى فيها 1000 قطعه، فيبقى كده محتاج يحضر كام قطعه؟ 10,000. واخد لي بالك انت؟ 10,000 بيس. 1 كيلو، الكيلو الواحد عباره عن علبه جاتوه، في كام واحده من المتر؟ يعني الكيلومتر فيه كام متر؟ فيه 1000. طيب ال1000 دي خلاص مش هنبدا نقول 1000، ولكن لقينا الماث بيساعدنا حاجه هراجعها لك. ممكن نقول بدل ال1000 10 باور 3، ال1000 واحد وجنبيه 3 زيروات، باخد الزيروات دي كعدد 3 اهو، بحطهم على الباور اللي فوق ال 10. يبقى لو عايز اروح من كيلو لمتر، من كيلومتر لمتر، بعمل تايمز 10 باور 3. كيلومتر، كيلو جرام، كيلو فولت، كيلو اي حاجه. واخد لي بالك انت؟ كيلو طماطم ما تنفعش، قلشه ماشي، بلاش قلشه يا جماعه، بلاش. طب لو عايز اروح من متر لملي متر برضو 1000، يعني هعمل تايمز كام؟ 10 باور 3. طب عايز ارجع من ملي متر لمتر، ديفايد بقى من كبير لصغير، من كبير من ناحيه الحجم، العلبه الكبيره جواها علبه اصغر، جواها علبه اصغر، وهكذا. او بمعنى اصح، العلبه الكبيره جواها 1000 علبه زغنططه، العلبه الزغنططه جواها 1000 علبه اصغر، وهكذا. من كبير لصغير بعمل تايمز، من صغير لكبير قدامي حاجه من الاثنين، يعمل ديفايد 10 باور 3 اللي هي بنكتبها شكل تاني مثلا 1 او اكس اوفر 10 باور 3، يا اما اكتشفت كماث ان 1 اوفر 10 باور 3 دي هي كاني شلت الاوفر، لو عايز اشيل الديفايد اطلع ال 10 باور 3 دي فوق بالتايمز واغير الساين بتاعت الباور، فهتبقى هي 1 تايمز 10 باور نيجاتيف 3. مش مصدقني كماث؟ جربها على الكالكوليتر. قول لي الكالكوليتر 1 اوفر 10 باور 3 هيطلع لك 1 اوفر 1000. قول له 1 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 هيطلع لك 1 اوفر 1000. خلينا في الاسهل. عايز اروح، ركز معايا، عايز اروح من الصغير للكبير، هعمل تايمز 10 باور نيجاتيف 3. يبقى لو من متر لملي متر تايمز 10 باور 3 بالبوزيتيف، رايح من الكبير للصغير، من الصغير للكبير تايمز 10 باور نيجاتيف 3 بالنيجاتيف الباور. طب بناء عليه من متر لكيلومتر، من الصغير للكبير تايمز 10 باور نيجاتيف كام؟ باور نيجاتيف 3. حلو الكلام؟ واحده واحده. الكلام ده هنهرسه بتمعن قدام، عايز الحاجات الاساسيه. لو هاخد بقى النطه دي كلها مع بعض مره واحده، من كيلو لملي متر على طول، من كيلومتر لملي متر، معناها هعمل تايمز 10 باور 3 تايمز 10 باور 3. ركز بقى، 10 باور 3 تايمز 10 باور 3. لو عندي البيز مشتركه 10 و10 الاتنين زي بعض، ممكن استبدل دول كلهم واقول 10 باور 3 بلس 3 يعني 6. طب في الرجعه 10، لو عايز ارجع من ملي متر الى كيلومتر على طول، هعمل تايمز 10 باور نيجاتيف 3 و10 باور نيجاتيف 3 اللي هي معناها ايه؟ تايمز 10 باور نيجاتيف 3. حلو الكلام؟ تايمز 10 باور نيجاتيف 3 هي كاني عملت تايمز 10 باور نيجاتيف 3 بلس نيجاتيف 3 اللي هي 10 باور نيجاتيف 6 برضه. يبقى بجمع الارقام وبنزل النيجاتيف. طب انت هتعمل مشوار طويل لحاجه انت ما تعرفهاش، سي مثلا عايز اروح من الميجا لحد المايكرو، اعد 10 باور 3 و3 6 و3 9 و3 تاني 12 اهو. تاني باخد ازاي ما بينهم 3 و3 6، بص باجي اقف عند اليونت، و3 9 و3 12. يبقى لو عايز اروح من الميجا للمايكرو على طول هعمل تايمز 10 باور 12. راجع ورايا من الميجا للكيلو 10 باور 3، من الكيلو للبيز يونت اللي هي متر 10 باور 3. انا ممكن اقول ميجا متر عادي. من المتر للملي متر 10 باور 3، من الملي للمايكرو 10 باور 3. باخد كباري في النص، كوبري، مش بعدهم هم، بعد الكوبري اللي ما بينهم. كوبري 3، كوبري 3 كمان يبقوا 6، كوبري 3 كمان يبقوا 9، كوبري 3 كمان يبقوا 12. يبقى هعمل 10 باور تايمز 10 باور كام؟ 12. عايز ارجعهم تايمز 10 باور نيجاتيف 12. يبقى لازم اكونكت من الكبير للصغير، الباور بيبقى بالبوزيتيف، من الصغير للكبير الباور بيبقى بالايه؟ بالنيجاتيف. نحل كام اكزامبل. عايز حضرتك تنزل الاول الكلام ده وتحله، وبعد كده تجيلي
باي ذا واي السيشن دي هتلاقيها فور فري موجوده على المنصه بتاعتنا. هتلاقي البي دي اف موجود، هتلاقي الهوم ورك بتاعها نازل، هتلاقي الامتحان بتاعها نازل فور فري. تقدر تخش دلوقتي تعمل اكونت فور فري وتنزل الحاجه دي وتطبعها وتشتغل معايا. عايزك تحل بعد كده ترجع لي. بلس لازم تبقى متابعنا وداخل في جروبات الواتساب عشان تستفاد بكل الخدمات اللي موجوده على الواتساب فور فري. كونفيرت 350 سنتيمتر تو متر، من سنتيمتر لمتر. دي التركايه كلها ماشيه 10 باور 3 ما عدا السنتيمتر. كنا بنقول من متر الى سنتيمتر تايمز 10 باور 2 اللي هي تايمز 100. يعني 100 فيها كام زيرو؟ فيها 2 زيرو. يعني ايه 100؟ يعني 10 باور 2 باور عدد الزيروات. هنا عايز يحول من سنتيمتر لمتر، يبقى عايز احول من الصغير للكبير. يبقى هي ولكن الباور بالايه؟ بالنيجاتيف. 10 باور نيجاتيف. خلصانه؟ خلصان. يبقى هعمل ايه؟ 350 تايمز 10 باور نيجاتيف 2 اللي هي كاني بقول ديفايد 10 باور 3 اللي هي كاني بقول ديفايد 1000. عدد الزيروات، سوري مش 1000، 100. عدد الزيروات عندي، ركز في دي بقى، او عدد الباور. بمعنى عدد الباور هنا 2 ماشي بالايه؟ نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ بالنيجاتيف. معناها هتخيل ان دي 350 بوينت زيرو ويجرى حاجه. هل دي اختلفت؟ ده زيرو اللي بعد البوينت مفيش اي اختلاف. اعمل ايه عشان اضرب ده في ده بطريقه بسيطه من غير كالكليتر عشان انا عايز دي تشتغل؟ نعمل ايه؟ الباور هنا 2 الساين بتاعته نيجاتيف، يبقى نعمل ايه؟ نرجع بالبوينت مرتين، مره هنا ومره هنا، جت مكانها ما بين ال3 ما بين ال5، يبقى الانسر بتاعي هيبقى 3.5. اليونت ايه اللي انا رحت لها؟ متر. طبعا هتقول لي هنا في زيرو. طب انا لو قلت لك 3.50 هل هتختلف؟ مش هتختلف. اي عدد زيروات هيجي بعد البوينت طالما ما فيش بعديه رقم ولا ليه اي لازمه. حلو الكلام؟ يبقى 3.5 متر. طب عايزين نجرب في اللي بعدها، من جرام لكيلو جرام. واحده واحده. انا فهمتك قصه الكيلو دي، تحطها جنب جرام، تحطها جنب فولت، تحطها جنب امبير، جنب اي حاجه. الكيلو جرام عشان احوله لجرام بقول الكيلو جرام فيه 1000 جرام. يعني كام ال1000 دي؟ 10 باور كام 3؟ مش ال1000 فيه 3 زيروز، يبقى 10 باور 3. طب لو عايز ارجع العكس، من جرام لكيلو جرام، يعني من الصغير للكبير تايمز 10 باور نيجاتيف 3. هنا عايزنا نروح من الصغير للكبير، يبقى تايمز 10 باور نيجاتيف 3. يبقى 2500 تايمز 10 باور نيجاتيف كام؟ 3. الرقم كام؟ 3. بتخيل كأن في بوينت هنا. في ارقام ممكن تيجي فيها بوينت فعلا، انا دلوقتي ما عنديش، فبتخيل في تريننج كتير هنتدربه ما تقلقش. يبقى هحرك البوينت 3 نقلات. الدايركشن ده او الساين دي نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ نيجاتيف. طالما نيجاتيف يبقى هرجعهم. عارف لو بوزيتيف يبقى هطلع لقدام، ولو طلعت لقدام وما فيش هحط زيرو. واخد بالك انت؟ يعني انا لو عايز اعمل تايمز 10 باور، هخليك تعملها انت دلوقتي ما لخبطكش. النيجاتيف هرجع فين؟ لورا. ازاي؟ 3 بالنيجاتيف يبقى 1 2 3. جت ما بين ال2 ما بين ال5، يبقى الانسر بتاعها هيبقى ايه؟ 2.5 ايه كيلو جرام. طب اكزامبل تاني عايزك تحله وتقول لي في الكومنت، لو انا عملت 2500 تايمز 10 باور 3، اكزامبل تاني من دماغي، 10 باور 3 بقى المره دي، الانسر هيبقى ايه؟ عايزك تحلها لوحدك واكتب لي في الكومنتس. انا هحلها دلوقتي بس مش عايزك تغشها، ها؟ انا واثق فيك، واخد لي بالك انت. حل والف زي ما نيوتن الف زمان وزي ما ناس كتير الف. احبك وانت بتالف، حتى لو بتالف حاجه مش صح احسن من مش عارف، بس الف لي حاجه منطقيه، بلاش نهبط. واخد لي بالك انت؟ في فرق شديد ما بين التاليف والهبد. التاليف ده يجي يقول لك بقى، انت فاهم؟ مثلا المستر وشه منور ليه دلوقتي؟ فواحد يجي يالف لك يقول لك بص المستر وشه منور دلوقتي لان هو من الصبح ملطوع في الشمس، فالجلد بتاع وشه ده ابتدى يكولكت نور الصبح من الشمس كتير، فلما جه يصور لك المحاضره بتاعت حضرتك كان وشه منور. تاليفه. هل صح؟ لا مش صح، لكن كمبدا التاليف لا، الواد ده خياله كويس، الواد ده خياله حلو، فعجبني، انا انبسط قوي كده. مش لازم تبقى صح بس انا انبسط. تاليفه طلعت بايظه، في واحده تانية هتطلع صح، مفيش اي مشكله. لكن الهبد ده واحد بيطبش بيلطش بيقول اي حاجه وخلاص. يبقى عايزين نبقى بنالف مش بنهبط. حلو الكلام؟ بوز حلها، اكتب لي في الكومنت وارجع تاني قول لي، لان انا دلوقتي هحلها، هعتبر ان انت حلتها وارجع. 2500 تايمز 10 باور 3، هكتب 2500 اهي
تايمز 10 باور 3. قلت لك اعتبر ان عندك البوينت اهي. عندي كام هنا نقله؟ عندي 3 الرقم اللي فوق. بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ زي الاكس اكسس كده. البوزيتيف باصص الناحيه الثانيه في الجراف، النيجاتيف معناها رايح الناحيه دي. طالما بوزيتيف يبقى همشي بالبوينت دي على عدد النقلات. ادي 1 ادي 2 ادي 3. مشيت 3، مش الدنيا هنا فاضيه؟ حط لي زيروات 1 2 3. اصبح الانسر بتاعي 1 2 3 4 5 6. دي 2 مليون و500. حلو الكلام؟ 2 مليون and 500,000 يعني 2 مليون و500 ألف. حلو الكلام؟ اهي نجرب نحل 3 و4 فيهم تركايه لطيفه. تعال نمسح ده كده ونحل 3 و4 فيهم تركايه لطيفه جدا جدا جدا. بص معايا question 3 بيقول لك convert 2 متر سكوير تو سنتيمتر سكوير. متر تو سنتيمتر سكوير مش عارف ايه. على طول يا عم ما انت قلت من متر لسنتيمتر تايمز 10 باور 2. اوبا نحل ايه؟ حل بقى بسرعه معايا. ها 2 تايمز من متر لسنتيمتر 10 باور 2 يبقى الانسر هي ممكن اسيبها كده كانسر وممكن اقول 2 0 نقلت الزيروات وانا لسه عاملها خلصت 200. اوبا نسيت اليونت سنتيمتر سكوير. عملت كده مبسوط؟ اسمح لي اقول لك ان هذا السؤال ثعباني وغلط. هذه الاجابه غلط. ركز معايا، ركز هنا. متر سكوير دي غير متر خالص. متر ده بيقيس لي لينث طول. لو جبت لك حته فتله هنا او جبت لك قلت لك السكرينه دي كام متر هتقول لي السكرينه دي 3.5 متر. السكرينه دي 3 متر ونص. حلو الكلام ده صح؟ اليونت بتاعتها بالايه؟ بالمتر. انما المتر سكوير دي يونت اريا. واخد لي بالك انت؟ يونت اريا. طب 2 متر سكوير دي ممكن تبقى ايه؟ يونت اريا ممكن اعتبرها اريا اوف ريكتانجل عنده اللينث ده 1 متر وده 2 متر. اذا 1 تايمز 2 لو عايز اجيب الاريا عباره عن ايه؟ لينث تايمز ويدث. 1 تايمز 2 هتديني 2 متر سكوير. الاريا بالمتر سكوير. 2 متر سكوير اللي هو كاتبها لي هنا. طب ما تيجي نجرب، مش هو عايز يحولها لسنتيمتر سكوير؟ طب ما تيجي نجرب الاول في السايد ده والسايد ده اللي كان ده بالمتر وده بالمتر نحوله الى سنتيمتر وسنتيمتر، بعد كده نجيب الاريا. من متر لسنتيمتر تايمز 10 باور 2 يعني ال 1 متر ايكوال كام؟ 10 باور 2 يعني 2 زيروز. ال 1 متر ده ايكوال 100 سنتيمتر. طب ال 2 متر ايكوال 200. هزود 2 زيروز لان 10 باور 2 200 ايه؟ ما تسيبهاليش فاضيه سنتيمتر. تيجي نجيب الاريا لينث تايمز ويدث. لينث تايمز ويدث يعني 100 تايمز 200. ما تجريش تعملها على الكالكليتر. واخد بالك انت؟ شايفه طالما حاجه بعملها تايمز 1 وجنبيها زيروات بزود الزيروات دي عليه. 200 تايمز 100 ايكوال ال 200 تنزل زي ما كانها زي ما هي والزيروين دول يجوا بعدها يعني 20,000. اليونت كانت سنتيمتر تايمز سنتيمتر يعني سنتيمتر سكوير. يبقى الاريا بتاعت هذا السكوير بالسنتيمتر ايكوال كام؟ 2 وجنبيها 4 زيروات سنتيمتر سكوير. هل دي هي اللي طلعتها في الاول؟ لا، اذا دي غلط. يبقى كده معناها، ما هي دي التجربه، انا بخوض التجربه بفك الحاجه عشان افهم. كده معناها ان في اختلاف ما بين ان اقول لك من متر لسنتيمتر على طول حولها لي، ما بين ان اقول لك متر سكوير تو سنتيمتر سكوير. طب الاختلاف ده كام في كام زيرو؟ هنفهم دلوقتي. هتفهم. هنا 2 زيرو هنا 4 يبقى هنا في زياده 2 زيرو. زياده 2 زيرو بالتايمز طبعا يعني تايمز 10 باور 2. طب جت منين؟ طب واحده واحده. تعال نجرب بقى التركايه دي. هعملها ولكن بالرول اللي انت فاكره في الماث او اللي بفكرك بيه في الماث. كان في رول بيقول لك 2 متر سكوير تو سنتيمتر. نعمل ايه؟ هشوف الرول العادي من متر لسنتيمتر بعمل تايمز 10 باور 2. طب المتر سكوير بقى ال2 هنا لو لقيت اليونت عليه سكوير باجي اوتوماتيك هنا اعمل براكت وبراكت واحط الباور اللي هو السكوير ده فوق، تبقى 10 باور 2 اول باور. بفكرك انت عارفه في الماث، بفكرك اللي متفاجئ ان انا بقول حاجه جديده انت المفروض عارفه في الماث. ركز معايا شويه. بفك البراكت ده ازاي كماث بقى؟ بقول له ده تايمز ده يعني 10 باور 2 اول باور 2 هي 10 باور 2 تايمز 2 اللي هي 4. سوري ايه اللي انا كاتبه ده؟ اللي هي 4. حلو الكلام؟ وفهمتك جت منين. متلخبط سن اعمل بوز بسرعه وارجع اخر دقيقتين اتفرج عليهم تاني. ارجع لك من متر لسنتيمتر كنت بحولها عادي
اهي تايمز 10 باور 2 من متر سكوير لسنتيمتر سكوير مش هتنفع. فبتاع الماث قال لي الرول بتاعها عشان انا احفظه وانت المفروض حافظه من السنه اللي فاتت، ولكن انا ما رضيتش اسيبك حافظ. ليه؟ قلت لك مش هاسكه مني. واخد لي بالك انت؟ 10 باور 2 اول باور 2 جت منين؟ تخيلت مش ده بيقيس اريا المتر سكوير؟ مش ده بيقيس اريا السنتيمتر سكوير؟ اريا بتاعت ايه؟ ال2 دي قلت اريا بتاعت سكوير، ففكيتها 2 يعني 1 تايمز 2 اسهل حاجه، مش سكوير ريكتانجل، 1 تايمز 2 فبقت 1 متر تايمز 1 متر. ما هو خلي بالك لينث 1 متر ولينث 1 متر هتتعملهم تايمز بعض هيدي لك ان الاريا ايكوال 2 متر سكوير. خلي بالك اثناء عمليه التايمز اللي بيحصل في الارقام هو اللي بيحصل في الباور، او سوري هو اللي بيحصل في اليونت. حولت المتر ده لسنتيمتر اداني 100 سنتيمتر، حولت ال 2 متر لسنتيمتر اداني 200 سنتيمتر. عايز اجيب بقى الاريا من الاول وجديد، ماليش دعوه كده ولكن بالسنتيمتر على طول مره واحده. هقول له 200 تايمز 100 هتديني 20000 4 زيروات 20000 سنتيمتر سكوير. ترجمت لقيتها ان نفس الرول اللي الراجل بتاع الماث اخترعوا لي انا فهمتك جاي منين عشان نخترع زيه. خد لي بالك انت عشان نعمل ايه؟ نخترع زيه. عشان كده بقول لك الف، ادينا الفنا حاجه. الحاجه اللي احنا الفناها دي لو كنا عايشين زمان ما حدش الفها، كان ممكن سهل نالفها واحنا قاعدين، بس ما علينا، يلا اللي حصل حصل. طب لو عندي سؤال زي الرابع بيقول لي 3 متر كيوب، ده بيكلمني عن حاجه ليها الشكل ده كيوب، ده متر باور 3 دي، يعني بيكلمني عن ايه؟ بيكلمني عن فوليوم. خد لي بالك انت عايز يحولها تو سنتيمتر كيوب. استاذن حضرتك معلش اتعب معايا وشغل دماغك، حلها واكتب لي في الكومنت قبل ما تسمع الاجابه. بوز دلوقتي وحل، يلا كده حل، بوز وحل. هعمل ايه تاني؟ بوز وحل الاول. هعتبر انك رجعت من الحل وعارف ان في ناس هتقرطصني وخلاص، يعني انت قرطصتني وخلاص مكمل ما رجعتش للحل. براحتك، بس عايز افهمك على حاجه. السنه اللي احنا جايين فيها دي سنه فارقه، واخد لي بالك انت؟ السنه الجايه عندك جامده جدا. اذا التارجت بتاعي من دلوقتي انا عايز دي عندك تشتغل. ما هو انا لو خليت دماغك مكنه بتفهم كل ما هو فيزيكس وساينس لوحدها انت هتستريح وهتوصل لحته عاليه قوي، وانا هبقى مستريح ومبسوط ومزقطط. مش القصه اديك رول وتحل وخلاص، انا عايز دي عندك تشتغل. فمعلش بدل ما تصدي، مش عارف انا ايه اللي عاجبك ان دماغك تصدي، مش عارف. شغل دي شويه واحده هنسخن، هناخد 3 محاضرات عبال لما تشتغل معانا وتسخن. قلت لك على نفس هذا المنوال هعتبر انك حليته وجيت والكلام بتاعي اثر فيك وفرق معاك. يعني 3 من متر لسنتيمتر تايمز 10 باور 2، عندي باور 3 هنا بنزله اول باور كام؟ باور 3 من متر لسنتيمتر تايمز 10 باور 2. يا ابني قول لي ان انا غلط اهو، من متر لسنتيمتر تايمز 10 باور 2 عندي 3 فوق اليونت يبقى اول باور 3. كنت بفك ده كماث ازاي؟ قول لي باور 5 تايمز، بفكهم بالتايمز. نفس الشكل ده هو ايكوال 10 باور 6 جت منين؟ 2 تايمز 3. متفقين؟ ندخل على البوينت اللي بعدها. البوينت اللي بعدها سريعا البريمترز والارياز والفوليوم. معنى كلمه بريمتر قدامنا حل من الاثنين، يا اما احنا ناس مش كسله، يا اما احنا ناس كسله ولكن بنشغل دماغنا. كسله وبنشغل دماغنا يبقى هنلجا للايه؟ للماث. نقول له والنبي يا عم ماث ساعدنا عشان نحل. البريمتر بالنسبه لي لو انا عايز اجيب ستيكر، شريط ستيكر كده الزقه حوالين داير في الاستوديو، هنعتبر ده الاستوديو. محتاج اجيب ايه؟ واحده اجيب كالاتي. انا خبطت القمره اسمها كاميرا، مش عارف ليه بيقولوا قمره، خبطت القمره. المهم يعني تعالى نحسبها على حاجه احنا شايفينها. والله انا عايز اجيب ستريب ليد كده اهو اعلقه فين؟ حوالين الشاشه. حلو الكلام؟ فهعمل ايه؟ هقيس هذه السكرينه. حلو الكلام؟ والله انا عامل لكم شغل يا جماعه، دي اكبر سكرينه في الصين تعتبر وفي مصر. حلو الكلام؟ فهقيس ازاي؟ هقول كده مثلا دي كده 2.5 متر، 2 متر ونص، وفوق 2 متر ونص يعني كام؟ يعني 5 متر. وهنا كده اصغر ده شويه، وهنا كده قيس معايا عشان انا هجيبها بجد. متر ونص كمان 5 و1 ونص يعني 6 ونص، ماشي. وده متر ونص كمان يعني وصلنا لكام؟ وصلنا ل 8 متر. وصلنا لكام؟
وصلنا ل 8 متر. هروح للراجل هقول له اديني والله يا عم ليد 8 متر لونه ايه؟ طب ما قولوا لي كده اجيب لونه ايه؟ مش عارف ايه اللي يليق مع الديكوريشن، مش عارف. قولوا لي كده اجيب لونه ايه؟ خد. مش مشكله. انا عملت ايه؟ قست السكرينه طلعت هنا 3.5 متر وهنا 3.5 متر وهنا 2.5 باين ولا مش فاكر كام 1.5 وهنا 1.5. انا عكستهم مش مشكله، مش ده التارجت. 3.5 متر بلس 3.5 متر فور اكزامبل. الانسر بتاعي هيطلع لي 7 ولكن 7 ايه؟ متر، ما اختلفش. هروح للراجل هقول له اديني 7 متر، ما اختلفتش في حاجه. ده لما اجي اجيب البريمتر، فبناء عليه يعدي على البريمتر بتاع اي شيء اقيسه من بره، يا اما لو ده سكوير كل السايدز زي بعض هقول له 4 تايمز السايد، انا مسميه هنا ال. لو ده ريكتانجل حلو الكلام يعدي اقيس، يا اما اعمل عمليه حسابيه زنططه، هقيس واحد هنا وكده كده متكرر، وهقيس واحد هنا وكده كده متكرر، واقول له لينث بلس ويدث كلهم تايمز 2 اللي انا مسميهم هنا L1 و L2. طب بالنسبه للتريانجل هحسب ده وده وده واعملهم بلس، كل ده الانسر هيطلع بنفس اليونت اللي هي متر، مفيش عليها باور. الدايره البريمتر بتاعها بدلعه بسميه سيركمفرنس قدامي، يا اما اقيسها كلها حوالين داير يا اما استخدم الماث. طبعا انت دلوقتي هتقول لي هتقيسها ازاي بالمتر اللي انت رزعته في الارض ده حوالين داير، المتر هيتطبق، ولو عندنا دايره كبيره زي ميدان مش هنعرف. دي حلاوه الماث. انا لو عندي دايره مش لازم اقيسها كلها، خلي بالك انت لو قست الراديوس بس اقدر عن طريق عمليه ماثيماتيكال احسبها. البريمتر بتاع الدايره اللي هو السيركمفرنس ايكوال تو باي ار، بدل ما تقيس كده. طب انت عايز تقيس بقى مش عايز تستخدم الرول، حبل هات حبل ولف الحبل حوالين الدايره وبعد كده افرد الحبل وقيسه بالمتر عادي. دي بنتلخبط ما بين 2 باي ار ما بين الاريا بتاعتها اللي هي باي ار سكوير. يبقى اذا كل البريمتر بيتقاس بالايه؟ بالمتر اهو 4 ال، واخد لي بالك انت مثلا. طيب بالنسبه للاريا لا، ده هنا اريا بتاعت السكوير ال تايمز ال، واخد لي بالك انت، يعني سايد تايمز سايد، سايد تايمز سايد يعني سايد سكوير، ال تايمز ال يعني ال سكوير. سي ان ال بتاعتي ايكوال 5 متر، هعملها تايمز 5 متر، الانسر هيطلع لي ايه؟ 5 تايمز 5 ايكوال 25 متر تايمز متر ايكوال متر سكوير، واخد لي بالك انت. يبقى لما اجي في اي رول اعمل تايمز بعمل تايمز للارقام في نفس الوقت اللي بعمل تايمز للايه؟ لليونت كمان. تمشي على تايمز تمشي على ديفايد. زي ايه مثلا؟ تعال واحده واحده. فاكر الفيلوسيتي؟ فيلوسيتي equal distance over time. هنعتبر ان الديستنس عندي ب 5 متر والتايم ب 1 سكند. يونت الديستنس متر، يونت التايم سكند، يونت الفيلوسيتي هتطلع لي ايه؟ متر بير سكند. يعني دي هتطلع لي 5 متر بير سكند. يعني ايه متر بير سكند؟ يعني متر اوفر سكند. يبقى لو عندي اي رول بطبق فيه في تايمز او ديفايد زي ما بعملهم في الارقام بعملهم في اليونتس برضه. متفقين؟ نفس الكلام يمشي على هنا. اريا بتاعت ريكتانجل هتبقى اللينث تايمز ويدث بالمتر سكوير. لو هو مديها لك بالسنتيمتر سكوير هتبقى يعني سنتيمتر هتبقى بالسنتيمتر سكوير، يعني فاهم؟ ما مفتح دماغك معايا. برضو بتكلم على التريانجل ده هتبقى هاف بيز تايمز هايت، عارفينها؟ هاف بيز تايمز هايت، واخد لي بالك انت. بالنسبه للسيركل واخد لي بالك الاريا ايكوال باي ار سكوير. باي ار ايه؟ سكوير. يعني ايه ار سكوير؟ يعني ار تايمز ار، يعني اليونت هتطلع بالايه؟ بالمتر سكوير. يبقى الغلطه الشائعه اللي انت غلطتها السنه اللي فاتت مش هتغلطها تاني. لما يجي يقول لك الاريا ما ينفعش تقول له خالص 2 باي ار، لان الار دي حاجه واحده بتتقاس بالمتر، ازاي هتطلع لي حاجه بالمتر سكوير؟ ما ينفعش. لكن الار سكوير معناها ار تايمز ار، يعني هيطلع لي الانسر اليونت بتاعته متر سكوير. يبقى الاريا بتاعت السيركل باي ار سكوير، البريمتر اللي بنسميه سيركمفرنس بتاع السيركل 2 باي ار. ندخل على بوينت تانية مهمة وهي الفوليومز. الفوليوم ده بتاع الكيوب ال باور 3، يعني سايد تايمز سايد تايمز سايد ال تايمز ال تايمز ال. ما هي ال باور 3 يعني ال تايمز ال تايمز ال. ال دي بنقيسها بالمتر ودي بالمتر ودي بالمتر، يبقى الانسر بتاعي هيطلع بالمتر ايه؟ متر كيوبي، يعني متر باور 3. الكيوبويد لينث في لينث
في لينث بناخدها ازاي؟ بناخد الاكس اكسس والواي اكسس واللي ماشي جوه ده بالمتر ده بالمتر ده بالمتر، يبقى برضو اليونت بتاعتي هتطلع متر باور 3. اي شكل سلندريكال باخد اريا اوف بيز تايمز هاي. البيز عندي هنا سيركل، يعني الاريا بتاعت السيركل ايكوال ايه؟ 2 باي ار. صح؟ انا لسه شارح لك فوق يا ابني، ما تقولش ما تقعدش ورايا اي حاجه اقولها صح، عايزك مركز. لسه قايل لك ان الاريا بتاعت السيركل باي ار سكوير، عشان اليونت بتاعتها بتطلع لي بالمتر سكوير، يبقى اريا اوف بيز هنا اللي هي سيركل باي ار سكوير، وبعملها تايمز الهايت بتاع السلندر اللي عندي. طب لو البيز مثلث، هات لي الاريا بتاعت المثلث واعملها تايمز الهايت كده ووريني، لان هيبقى عندك هايتين مش عارف هتعرف تعملها ولا لا. فرجني كده في الكومنتس. السفير 4/3 باي ار باور 3. ندخل على بوينت تانية سريعا، الفيثاغوريان ثيرم او البايثاغورس ثيرم. هناخدها بطريقه مختلفه، انا عارف انك عارفها من السنه اللي فاتت، ولكن هناخدها بطريقه مختلفه. معروف ان اي رايت انجل تريانجل بيقول لك على طول الهايبوتنس سكوير ايكوال السايد ده سكوير بلس السايد ده سكوير. انا عارف انك عارفها، انا محتاج ارجع لورا اتخيل قبل ما الساينس ده يطلع وقبل ما الحته دي حد يخترعها ويكتشفها ويحطها ويعمل لها رول، نعمل احنا هذه القصه من الاول. ايه اللي يخلي هذا الرول صح؟ بيقول لك ان سي سكوير اللي هي الهايبوتنس ايكوال اي سكوير بلس بي سكوير. محتاجك تعمل بوز، اتعب معايا معلش، صدقني دماغك دي الصدى هيتشال وهتستريح. ندخل شغل جد السنه دي، البروفا بتاعت اللي هيحصل السنه الجايه، واخد بالك انت، واللي بعدها على فكره، واللي بعدها وهكذا. كان بيقول لك سي سكوير ايكوال اي سكوير بلس بي سكوير، فبالتالي سي لوحدها عشان اشيل الباور بعمل سكوير روت للناحيه الثانيه. بوز، حاول تحل وتعالى. عمك بايثاغورس اللي اخترع هذه الطريقه، واخد بالك انت، اللي الف هذا الرول مش احسن مني. ركز معايا كده، اشهر رايت انجل تريانجل اكيد عدى عليه. بيقول لك ان هايبوتنس ايكوال 5 والسايد ده ايكوال 4 والسايد ده ايكوال 3، او 50 و40 و30. طبعا الرايت انجل تريانجل ليه مقاسات معينه، يكبر يصغر، ليه مقاسات معينه. فاهم الفكره في ايه؟ بريشيو معينه كده. بكل بساطه بايثاغورس عمل ايه؟ انا عايز اخلي دماغك تبدا تجنريت، ترجع بثبت لك ان احنا سهل الف قوانين، عايزين دماغنا تجنريت. بايثاغورس عمل ايه حضرتك؟ بايثاغورس عمل اول حاجه لازم نعملها ونتعود عليها، نتخيل. تاني حاجه نالف. بايثاغورس لما جه يتخيل، تخيل يا سيدي ان هذا المثلث طلع منه من السايد ده سكوير. اعتبر ده سكوير، يعني سكوير يعني ايه؟ يعني ده 5 وده 5 وده 5 وده 5، والسايد ده طلع منه سكوير والسايد ده طلع منه سكوير. ممكن تيجي حضرتك تجيب لي الاريا بتاعت الثلاثه سكويرز دول. اريا اوف السكوير ده 3 تايم 3 يعني 9، اريا بتاعت ده 4 تايمز 4 يعني 16، اريا بتاعت ده اللي انا مش عارف اكمله ده 5 تايمز 5 يعني 25. نلاحظ كده 16 بلس 25 مش بلس 25، 16 بلس 9 ايكوال كام؟ ده 16 بلس 9 ايكوال 25. ده صدفة ايكوال الاريا بتاعت المربع ده اصلا. بايثاغورس اول لما اكتشف كده واول لما تخيل كده ولقاها ماشيه معاه، راح جاب كذا رايت انجل تريانجل بمقاسات تانية كتيره مختلفه وجرب عليهم نفس القصه، لقى ان في كل الحالات لازم اريا المربع اللي انا تخيلته بلس اريا المربع اللي انا تخيلته بتساوي اريا المربع بتاع الهايبوتنس. فبناء عليه حط الرول اللي قال لك مش التسعه دي اريا بتاعت المربع ده السايد بتاعه 3، مش ده السايد ده اللي هو 3 اللي هو السايد A، والسايد بتاع المربع ده B. قال لك ان A سكوير يعني ايه A سكوير؟ يعني الاريا، ما هو الاريا سايد تايمز سايد يعني ايه؟ يعني سايد سكوير. السايد هنا اسمه ايه؟ يعني ايه سكوير. بلس الناحيه الثانيه الاريا بتاعت دي يعني سايد سكوير يعني بي تايمز بي يعني بي سكوير. قال لك ايه سكوير بلس بي سكوير ايكوال سي سكوير، اللي هي جايه منين؟ مش السي دي اللي هي ال5 اللي هي السايد ده سكوير يعني 5 تايمز 5 اللي هي سي تايمز سي، سي تايمز سي هي سي باور كام؟ باور 2. طلع رول من كتر ما جرب، واخد لي بالك انت، واثبت ان الرول ده صح ونقدر نشتغل بيه. وبناء عليه من ساعه عمك بايثاغورس ما اخترع هذا الرول كلنا ماشيين بيه وكلنا واثقين ان هو صح. في كون ان احنا كان سهل جدا نعرفه لو احنا عايشين في عصر قبله، واحد بيفكر شويه وقصاده مثلث زي كده كان هيعمل ايه؟ هيتخيل بعد كده هيألف، هيتخيل بعد كده هيألف. هنشوف الخطوات بتاعه شرح الرول كمان شويه. متفقين؟ بايثاغورس. بوينت كمان
اهم بوينت بحتاجها في الفيزيكس وسر الانبهار والاختراع، وده الفرق ما بيننا ما بين اي حد تاني. لو حضرتك عايز دماغك تحفظ مكانك مش هنا، عايز تحل وخلاص وتنجح وخلاص مكانك مش هنا، عايز تبقى من اوائل الثانويه العامه او البكالوريا يعني واخد لي بالك انت، محتاج تتاسس صح. اثاث بالثين محتاج تتاسس صح. وعشان نعمل كده، وعشان انا راجل لو تفتكر من اول المحاضره كسول، ولكن دماغي شغاله مش هقول عبقري، مفيش حد بيمدح نفسه، عشان انا راجل كسول فمضطر اعلمك ازاي تتعلم، مضطر اديك سر المهنه واخليك تعرف تعمل رولز حتى ولو انت مش عارف الرولز دي بتستخدم في ايه لسه. واحده واحده. رول شهير كلنا عارفينه وهو velocity equal d over t. احنا واثقين ان هو صح. عايز اعرف واعلمك الخطوات بتيجي ازاي. اول خطوه ازاي تعمل رول، تشوف ايه الكومبوننت والانجريدينت والمكونات انك تعمل رول. في شبه قوي جدا ما بين طريقه عمل الرول وطريقه عمل المكرونه البشاميل. مش مهندس بشوي بيقول لك كده، مكرونه بشاميل او اي اكله حلوه تانية بتحبها. اول خطوه في الرول بتشوف ايه المكونات. يعني ايه بتشوف ايه المكونات؟ يعني بتشوف كالاتي: انا عايز اعمل رول للفيلوسيتي، اقول الفيلوسيتي ايكوال كذا، بشوف ايه المكونات اللي بتاثر في الفيلوسيتي. بمعنى باجي اتخيل كده هي الفيلوسيتي دي ممكن ياثر فيها ايه. لو احنا اتنين بنجري وجينا قلنا في خلال 5 ثواني جبت اتنين عندي هنا سي مثلا زعتر وعبشكور، زعتر وعبشكور، جيت قلت لهم يا جماعه معاكم 10 ثواني، انا متنرفز جدا ما اشوفش حد قصادي، امشوا من وشي على طول اجروا. جيت لقيت بقى بعد 10 ثواني زعتر عمل ديستنس بعيد عني حوالي 100 متر، واخد لي بالك انت، ولكن عبشكور في نفس ال 10 ثواني دول عمل ديستنس 200 متر، عمل ضعف الديستنس. اذا مين اسرع؟ اللي عمل مسافه اكبر، ديستنس اكبر. يبقى ديستنس لما كبرت عبشكور لما جري اكتر يعني جري 200 متر، كده معناها ان الفيلوسيتي بتاعته اكبر صح. يبقى كده اكتشفت ان لما الديستنس بتكبر الفيلوسيتي اللي بيجرى لها بتكبر. دي طريقة تانية. فيلوسيتي خلاص. زعتر وعبشكور الاتنين هقول لهم اجروا من اول هنا لحد اخر المكتب، وامسك لهم ستوب ووتش. لقيت ان زعتر جري من هنا لحد اخر المكتب في 10 سكندز، في 10 سكندز. عبشكور جري من هنا لحد اخر المكتب في 5 سكندز بس. اذا مين الفيلوسيتي بتاعته اعلى؟ 5 سكندز عبشكور اسرع، ده راح في ثانيه الا ثانيه، واخد بالك انت، ما خدش وقت، خد نص الوقت بتاع التاني، خد وقت اقل من زعتر. طب لو واحد تاني جري في 4 سكندز بس، ده ال 4 سكندز دي اسرع. طب واحد في 3 اسرع، طب في 2 ايه ده؟ يبقى في ريليشن، واخد بالك انت. طالما في ريليشن يبقى قفشت مكون، قفشت كومبوننت، قفشت انجريدينت. في ريليشن ما بين الفيلوسيتي ما بين التايم. لقيت ان كل لما بالتايم بيقل الفيلوسيتي اللي بيجرى لها بتزيد. اول لما تلاقي حاجه بتاثر هي تقل تزود حاجه، او تزيد تزود حاجه، او العكس او كذلك، اذا دي مكون عندي في المكرونه البشاميل بتاعتي. يبقى الفيلوسيتي قفشت المكونات بتاعتها. اول خطوه اعمل رول ازاي اقفش المكونات. طب تاني خطوه اعرف المكونات دي بتاثر على الحاجه بتاعتي، على الفيزيكال كوانتيتي. عايزك تتعود على اللفظ، على الفيزيكال كوانتيتي اللي عندي بطريقه دايركت. يعني ايه دايركت؟ ده يعلى ده يعلى، ده يقل ده يقل، الاثنين ماشيين مع بعض على الحلوه والمره. يعني عيش عيشه فل يا نموت احنا الكل. دايركت. يا اما انفرس، واحد يقل يزود التاني، واحد يزيد يقلل التاني. ده عكسيه بقى، ده عكس عكاس خلفه. يبقى تاني خطوه ازاي تعمل رول، تشوف العلاقه دايركت ولا اندايركت، فبناء عليه تحط الدايركت في مكان والاندايركت في مكان. بنالف رول. تعال نجرب نحط الدي اللي هي دايركت فوق هنا مثلا، وهنعتبر ان الرول كده خلص. هو لسه هنعتبره كده خلص، ونبص مش دي علامه ايكوال، يعني اللي هنا هيبقى ايكوال اللي هنا. لو الدي ب5 الفي هتبقى ب5، لو الدي عليت بقت ب7 يبقى الفي هتبقى ب7، لو الدي عليت بقت ب10 يبقى الفي هتبقى ب10. يبقى اذا دول دايركت. انا حطيت المكون بتاعي في مكانه الصحيح كماث من ناحيه الدايركت. الرول ما خلص. ما تقوليش ازاي دول ايكوال بعض، يا لهوي استنى القلم وقع. ما تقولوش ازاي دول ايكوال بعض، الرول لسه ما خلصش، ولكن حطيتها في المكان اللي بيمثل لي وبيطبق لي الفكره كماث بتاعت حته دايركت. ده يزيد ده يزيد. هتفهم ازاي؟ تعال نحط الثانيه. التايم عرفنا ان العلاقه ما بينهم واحده تقل الثانيه تزيد. تعال نشيل دي نحط مكانها التايم كده. تايم كان 5، الفيلوسيتي ساعتها كانت 5.
اهي ايكوال. لو قللنا التايم خليناه 4 هنلاقي ان الايكوال دي خلت الفيلوسيتي هي كمان بقت 4. هل ده طبق كده؟ تايم قل الفيلوسيتي قلت؟ لا، ده مكانه هنا في الرول كماث. تايم قل فيلوسيتي قلت، يبقى اذا ده مش مكان التايم. مكان التايم فين؟ مكان التايم تحت هنا. نرجع دي مكانها فوق، مكان التايم تحت. طب تعال نشوف كده. هنا اللي اكتشف الموضوع ده كبده الشرقاوي. ازاي؟ حضرتك رايحه انت وواحده صاحبتك تاكلوا يعني تنقنقوا كده عند كبده الشرقاوي، قلت له اديني 1 كيلو كبده. عارفين كبده الشرقاوي طبعا بالرده كده وبتاع، وبقى خيار مخلل كده وشويه سلطه، والبقى الايه السلطه بتاعت الكبده دي يا لهوي، وشويه طحينه بقى و30 رغيف عيش. ما انت واحده صاحبتك 1 كيلو، صاحبتك ما جاتش معاكي المره اللي بعدها، قلت لي اديني ايه نص كيلو هاف. 1 دي مش كانها 1 اوفر 1؟ ايه ده؟ قلت لها اديني ايه هاف. طب انت عامله دايت، قلت له اديني كوارت الربع. ايه ده؟ ايه ده؟ ده انا قاعد بكبر في الرقم اللي تحت، ولكن كل ما اكبر في الرقم اللي تحت معناها ان الرقم كله بيصغر. انا بكبر في الرقم اللي تحت اهو. 4 كانتوا خليته 4، ده الفور ده جه على دماغك بالنيله خالص، ده صغر لك الرقم كله. يبقى اذا لو عندي كل ده ايكوال الفي، انهي في اللي هتبقى اقل؟ دي ولا دي ولا دي ولا دي؟ ده الربع، لان الربع اصغر من نص واصغر من الواحد. يبقى كده معناها ان المكان اللي تحت ده ايا كان الرقم اللي فيه ايه، كل لما الرقم يعلى كل ما الرقم اللي بره نفسه يقل. طب كل لما الرقم بص يصغر 4 2 1، كل ما الرقم يصغر واخد لي بالك انت، معناها كل ما الرقم اللي بره ده هيعلى. عكس اعكاس وخلف خلاف، اذا انفرسلي بروبورشنال. يبقى مكان التي في شبه اهو ما بين التي ما بين الفي دي عكس دي، يبقى انا مضطر في الرول احطها استنادا الى مبدا كبده الشرقاوي، احط التي تحت. اذا هذا الرول صح. يبقى انا لو جبت لحضرتك رول زي ده وقلت لك عايز اجيب رول للفي، والفي عباره عن دي سهم لفوق تعلى لما الفي تعلى، التي تقل الفي تعلى، هتعرف تطلع لي انت الرول بشكل دايركت. تعرف تعمل لي رول انت لو انا مديك المكونات بتاعته ومديك العلاقه ما بين دي ما بين كل واحده فيهم. تعال نجرب. هتنزل تحت هتلاقي مكونات رول انت لسه ما تعرفش عنهم حاجه، واستاذن حضرتك تجرب ده رول وده رول. جرب بوز وتعالى لي هقول لك. في حته ناقصه هنا في البي دي اف عايزك تزودها، رمز كده، ده خليه كونستنت برضو، هتفهم دلوقتي. انا حاطط لك كلمه كونستنت زياده دي قصد، واخد لي بالك انت، هفهمك دلوقتي ليه. خلي بالك انا ممكن ابقى عارف ان دي بتعمل اجهاد لذهنك، ولكن ده المطلوب. قلت لك اديني 3 محاضرات عشان اللي جوه هنا دي ليها لازمه، اللي جوه هنا دي تشتغل، اللي جوه هنا دي انت مش هتقدر فوق كتافك كده وخلاص، ليها لازمه. صدقني سيبني اطلع لك الباور اللي فيها واخلي لك يطلع لك فيها عضلات. امشي معايا واحده واحده، خلي نفسك طويل. هعمل رول لحاجه اسمها اف، واخد لي بالك انت، واقول له الاف ايكوال. نعمل كده العلاقه ما بين M1 معرفش هي ايه، M1 واف دايركت، ده طالع ده طالع، يبقى M1 مكانها فين؟ فوق. امشي معايا عارفك مش عارف ايه الحاجات دي. طب M2 طالع طالع، يبقى دوت مكانها فوق. طب R باور 2 نازل طالع، يبقى مكانها تحت R باور 2. الكونستنت ده رقم ثابت وهو الجي اهو بيتحط هنا. بالمناسبة الشديدة هذا الرول ايكوال فورس، الاف دي هي الفورس بنسميها فورس بتوين تو ماسز ايكوال جي، ده بنسميه جرافيتيشنال كونستنت، رقم ثابت احنا حطيناه في الرول عشان يظبط لي يمين بشمال. هنيجي وقتها درس القانون ده عليك، بس مش دلوقتي، القانون ده عليك السنة اللي جاية. انا قاصد احطه لك عشان تتخض بيه دلوقتي، عشان لما يجي لي ساعتها يبقى بالنسبه لك انا شفتك فين قبل كده، تعالى بقى فهمني. واخد بالك انت، ام دي يعني ماس 1، ام 2 يعني ماس 2، ار سكوير يعني ديستنس باور 2. بكل بساطه الرول اللي تحت نقدر نعمله. جرب وتعالى حاول، معلش عارف ان انا غريب شويه، ولكن دي هتطلع لها عضلات صدقني. جرب وحاول. هنجيب الرول للبي اللي هي بشكل دايركت، دي بي ايكوال ان طالعه مع البي، يبقى الان فوق، اي طالعه مع البي يبقى الاي فوق، 2 ار نازله والبي طالعه يبقى مكانها تحت
عندي علامه غريبه شبه الام بس متدلعه كده شويه كونستانت، الكونستانت برشقه هنا. البي دي الساين بتاعت الكترومagnetic اندكشن، الام دي كونستانت، الام دي اسمها الميو، يعني كشكل اسمه الميو، ده اسمه ده كونستانت اسمه magnetic permeability. الان دي نمبر اوف تيرنز عدد، الاي دي الكتريك كارنت انتنسيتي، ال2 ار دي يعني 2 من الراديوس. هذا القانون اللي انت عرفت تكونه بنفسك ومن غير ما تعرف عنه اي حاجه خالص، قانون قوي جدا عندنا السنه اللي جايه. قصدت برضو احطه لك عشان الناس اللي معايا من السنه اللي فاتت هتبقى فاهمه. لما تاخد حته كده شك في الاول تسمع مني كام لفظ تبقى متعود، عايزك بس تبقى متعود، مش لازم تفهمه، مش عليك دلوقتي. تفهم magnetic permeability، تفهم الكترومagnetic اندكشن، تفهم البي دي اللي هي magnetic flux density، تبقى اللفظ على ودانك مش غريب عشان لما اجي اشرحه لك ساعتها ما تقعدش متنح كده انت فاهم، وابقى انا خلصت شرح وانت لسه يعني لسه اللفظ دخل في دماغك كده عامل لك لاج، واخد لي بالك انت؟ ببسط عليك الموضوع عشان لما تيجي تذاكر او تيجي تفهم الدرس اللي بعده يبقى الموضوع ايه؟ ممتع. دايما بقول الفيزيكس في اولها هتيجي معايا هتستغرب اول 3 محاضرات، بعد كده اي فيزيكس في حياتك هتلاقيها ماشيه بص سموث جدا، سموث جدا. خد لي بالك انت عامل لك برضو بارت صغير كده اهو بتاع المنهج بتاعك فيه ايه، واخد لي بالك انت؟ بريك سريع تروح تمشي رجلك تفتح الثلاجه تجيب خياره او اي حاجه تقرقط فيها وتيجي هناخد بس نفهم السيلبس بتاع منهجنا ودنيا منهجنا عامله ازاي. روح وتعالى مستنيك. صديقي العزيز طالب الفيزيكس تانية ثانوي، تعالى اقول لك مكونات وكومبوننت المنهج بتاعك والطريقه اللي هنشتغل بيها والطريقه اللي عايزك السنه دي تبرمج نفسك عليها عشان هتسهل عليك المذاكره، مش للسنه دي بس، للسنه دي وللسنه الجايه. عندنا في المنهج 4 يونتس، عندنا في المنهج 4 يونتس. هذه الخطة والورقة عايز حضرتك تنزل تطبعها A3 تعلقها على الحيطة عندك. دي الخطة اللي هتعلم عليها كل بروجرس انت تعمله وكل بروجرس انت تمشيه. دي اللي هتخليك لو مشيت معايا على السيستم اخر الترم تراجع المنهج كله في 5 دقايق بس. واحدة واحدة اديني دماغك، احنا بنعمل شغل فاخر من الاخر عشان السنة دي والسنة الجاية، واخد لي بالك انت؟ متخيل اهمية الموضوع؟ عندنا كام يونت؟ عندنا 4 يونت بلخبطك. عندنا 4 يونت. يونت 1 بنتكلم فيها على الفيزيكال كوانتيتيز واليونت اوف ميجر. يونت مهمه جدا اساس للفيزيكس، كانت موجوده في اولى ثانوي قبل ما يحط الانتجريتد، فدي على بعض مهمه. مكونه من شابتر 1، واخد لي بالك انت؟ تعالى هو ايه الوش اللي انا عامله ده؟ ايه الوش ده؟ اوبا ماشي ما علينا، مش تختاروا لي يا جماعه صوره؟ ماشي اوكي. شابتر 1 بنتكلم فيه عن 7 توبكس، عايز سعادتك تملي عينيك منهم كل يوم الصبح 60 ثانيه، مش عايز حاجه غير كده. هتخليك ما تذاكرش، واخد بالك انت؟ هخليك توصل لمرحله ما تذاكرش او تذاكر باقل مجهود ممكن. لما نيجي ندخل ليه بقول لك تبص عليهم بس تعرف التوبكس؟ لازم ابقى دريان، ده اللي بلعبه في ثالثه ثانوي عشان تبقى فاهم. لازم ابقى دريان، ابص على الحاجه هستغربها دلوقتي لما اجي اشرح لك انا مش هتبقى بتشوفها في اول مره، واخد لي بالك انت؟ عندنا 7 توبكس. ال7 توبكس دول هيخلصوا، كل توبك منهم لما يخلص هتعمل لي جنبيه 3 علامات صح، هتشطب على الورقه اللي في الحيطه، واخد لي بالك انت؟ اول علامه اللي هي بتاعت الاي دي يعني فيديو الشرح اللي انت اتفرجت عليه على المنصه، اللي ما بيبقاش فيديو شرح، ده فيديو المذاكره بذاكر انا وانت. بي تاني علامه صح وهي بتاعت الهوم ورك، معناها انك حليت الهوم ورك بتاعك على المنصه. في حل الهوم ورك، فيديو حل الهوم ورك اللي فيه الحتت اللي وقفت قصادك بقى، الاسئله اللي وقفت قصادك مشروحه بالتفصيل وقفت قصادك، تعرف تحلها، تعرف تتفرج عليها تفهم هي وقفت قصادك ليه، او تفهم ليه الاجابه طلعت كده. يبقى عندك شابتر 1 بنتكلم عن فيزيكال ميجرمنت. حلو الكلام؟ طيب اللي هتعمله صح لما تعمل ال3 حاجات، واخد لي بالك انت؟ خلي بالك لما تبقى محطوطه قصادك كمان على البورد او محطوطه قصادك على الحيطه، كل خطوه تعملها انت شايف مجهودك واهلك في البيت شايفين مجهودك، فانت هتنبسط وهتبقى ذكرى كويسه جدا لاخر السنه. تيجي كل يوم الصبح تعمل ايه؟ تصبح عليا يا باشمهندس بشوي صباح الفل، هتلاقيني في وشك اهو، في وشك وبشجعك اهو، بعمل الحركه دي مش عارف ايه دي، هو ده يا فاهم، هو ده نجم الجيل نجم المستقبل. صباح الفل يا هندسه، يعني فاهم انت؟ صباح الفل. تبص بصه على دي، تروح بقى تغسل وشك. قبل ما تغسل وشك مضطر اشوف هذا المنظر قبل ما تغسل وشك، عادي مش مشكله. تاني يونت عندنا مكونه من كام شابتر؟ مكونه من 2 شابترز. اول واحد موشن ان ستريت لاين،
شابتر مهم جدا هيبدا يفتح دماغك على انواع بروبلمز متكرره في شباتر تانية، شكل وطريقه حل بروبلمز متكرره في شباتر تانية برولز تانية. تقرا لي التوبكس بتاعتها. شابتر 2 بنتكلم على الفورس والموشن، في شويه قوانين هنساعد بعض، بمعنى هنا هنتعب في قوانين شويه، هتلاقي قوانين مختلفه بنحل فيها بطرق كلها متكرره قبل كده. شابتر 3 عندك او يونت 3 مكونه من 2 شابترز، نفس الكلام، كل خطوه هتعملها هتديني 3 علامات صح. اول علامه صح الفيديو بتاع الشرح، تاني علامه صح الهوم ورك، تالت علامه صح الفيديو بتاع حل الهوم. اول شابتر في يونت 3 بيتكلم على البروبرتيز اوف موفينج فلويدز. الشابتر دسم جدا، خدته انا في تانية جامعه، تانية كليه هندسه، واخد بالك انت، فحاجه حلوه قوي هتنبسط، واخد بالك انت. شابتر 2 تاني شابتر في اليونت دي بيتكلم على البروبرتيز اوف ستاتيك فلويدز، برضه في حته السباكه دي، فلويدز، حلو الكلام، حاجه لطيفه جدا. اخر شابتر عندي بيكلمني عن الهيت، وده شابتر ما كانش موجود في ثانوي قبل كده، اتنفخت فيه انا في كليه هندسه كده في حوالي 7 مواد او حاجه. في شابتر 1 بيكلمني على الجازز لو. هذه الطريقه يا صديقي الروقانجي هي حجر الاساس اللي من خلالها هنقدر نتابع ونذاكر ونحط سيستم انا وانت مع بعض نكون واضحين فيه من الاول قصاد بعض، هنكمل عليه ثالثه ثانوي. طالما شفت الفيديو ده يبقى فيديو اول محاضره قدامه يومين 3 بالكتير قوي، يا اما نزل اصلا، واخد بالك انت. مستني اشوفك عشان ان شاء الله هنطلع لمخك عضلات. challenge yourself and good luck.